كتير مننا ساعات بيحس بتعب وإجهاد وضغطه خلصانة وبيبقى مش عارف هي راحت فين. النهاردة هشارك معاكم 6 حاجات بنعملها من غير ما نقصد بتخلي طاقتنا تخلص. أول حاجة مش بتفكري في نفسك، دايما اللي حواليكي أولوية، بتنسي نفسك تماما، بتنسي تدي لنفسك وقت واهتمام ورعاية زي ما بتدي للناس التانية. تاني حاجة، مش بتطلبي مساعدة وشايلة كل حاجة فوق دماغك. عارفة الست اللي ب100 راجل؟ ما تبقيهاش يا ستي، اطلبي مساعدة، طلب المساعدة مش عيب. تالت حاجة، بنقارن نفسنا دايما بالناس على السوشيال ميديا. هقولك على حاجة، مش كل اللي بيطلع يقول كلمتين حلوين هي حياته حلوة ولا هو دماغه فعلا حلو. كلنا بنتعلم وبنغلط، احنا هنا بنشارك بعض حاجات عملناها، حاجات نفعت حاجات ما نفعتش. رابع حاجة، يا بتشتغلي طول الوقت يا شغلة دماغك بالشغل برضو طول الوقت. يعني تخيلي ان انت فعلا دماغك ممكن تتحرق، ممكن يحصل لك بيرن اوت. افصلي، خدي اجازه، افصلي من التفكير في الشغل، مش ينفعش وانت نايمه تحلمي بالشغل. خامس حاجه، ما بنعرفش نقول لا، بنخاف نزعل اللي حوالينا، فبينتهي الامر في الاخر ان احنا بنقول ما بنعرفش نقول كلمه لا. والله كلمه لا حلوه وهتحافظ على طاقتك. سادس حاجه، جلد الذات، بنعاقب نفسنا على اي حاجه غلط او كلمه غلط عملناها، وبتبقى النتيجة في الآخر إنك بتلومي نفسك، تجلدي نفسك، ومش تتعلمي من الغلط ومش بتتعلمي من الغلط. الغلط موجود عشان نتعلم منه وما نكرروش، مش عشان نلوم نفسنا. نفهم من كده إيه بقى من ال6 حاجات دي؟ إن مش دايما المشكلة من بره، ساعات بتبقى المشكلة فينا إحنا. أنا عن نفسي اكتشفت إني بعمل معظم الحاجات دي تقريبا. طاقتي خلصانة ما بين ضغوط الشغل والناس التانية وكتير لوم نفسي وجلد نفسي. خلينا نبقى في منتهى اللطف مع نفسنا، نقول لأ لما نبقى مش قادرين، نحافظ على طاقتنا، وفي نفس الوقت نطبطب على روحنا شوية. شاركوني في التعليقات رأيكم، وما تنسوش اللايك والشير عشان غيركم كمان يستفيد. ولو أول مرة تشوفوني أنا رشا، وهنا عشان أشارككم حاجات يا ريتني كنت عرفتها من زمان.